الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وزملائي الطلاب خريجي هذا العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني اليوم أن أظهر أمامكم على الشاشة في هذا الحفل الافتراضي لخريجي الطلاب الصوماليين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. اسمحوا لي أيها الخريجون أن أقدم الشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، هذا البلد الذي ننعم بخيراته صباح مساء، ونخص بالشكر جامعتنا جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الصرح العلمي الشامخ الذي نعتز ونفتخر بالانتماء إليه. أيها الخريجون، كم كنا نطمح بأن يكون حفل تخرجكم وتوديعكم بحضوركم وحضور زملائكم من الطلاب للاحتفاء بكم والاحتفال معكم ومشاركتكم فرحة تخرجكم، لكن حال بيننا وبين ما كنا نشتهي من شرف اللقاء بكم القدر الذي لا مفر منه، وهو وضعنا مع جائحة كورونا الذي جعل من لقاء الأحبة أمرا صعبا، لكنكم بجدكم واجتهادكم واستمراركم بعد توفيق الله تمكنتم من التخرج رغم كل تلك الظروف. إخواني الخريجين، أوصيكم أولا بتقوى الله وصية الأولين والآخرين، وأن تسخروا ما اكتسبتم من علوم ومعارف وخبرات في سبيل رفعة ورقي مجتمعنا، وأن تساهموا في نهضة وطننا وأمتنا، وأن تكونوا القدوة لمن بعدكم في السلوك والعمل والأخلاق، كما كنتم في الأمس خير مثال في الحرص والتفوق والامتياز. إخواني الخريجين، إن تخرجكم اليوم من هذه المرحلة ليس نهاية المطاف، وإنما هو إعلان للبداية، فطريق العلم والمعرفة واكتساب المهارات طريق يستمر مدى الحياة، والدرجة العلمية التي حصلتم عليها كالمفتاح الذي يفتح لكم دروب العلم والمعرفة، والمنارة التي تضيء لكم الطريق وتوصلكم إلى قمم النجاح إذا أحسنتم الاستخدام بعون الله. وفي الختام، أسأل الله لكم دوام التوفيق والنجاح في الدارين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.